بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لكم حلول شهر الله وشهر طاعة الله، شهر رمضان الكريم. تقبل الله أعمالكم وأسألكم الدعاء في هذا الشهر المبارك. ما هي الوسيلة وما فرقها عن الوصيلة؟ الوسيلة على ما يذكره بعض العلماء هي مطلق ما يتوصل به الإنسان نحو مراده، يعني الأمر اللي يوصلك إلى المراد سواء كان أمر محبوب إليك أو مبغوض، هذا يسمى بالوسيلة. ولكن الوسيلة هي الأمر المحبوب، هي المقدمة التي تكون محبوبة في نفسها. الله تبارك وتعالى يقول: وابتغوا إليه الوسيلة، فهو يأمرنا بابتغاء الوسيلة، يعني يأمرنا بأن نتقرب إليه بالوسيلة التي تكون محبوبة لديه. وأعظم الوسائل عند الله هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد في تفسير القمي في ذيل هذه الآية المباركة: تقربوا إليه بالإمام، يعني بحجة الله، بطاعة الإمام المفترض الطاعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى أهل بيته: هم الوسيلة إلى الله تعالى. وقد أنشد الشافعي أحد أئمة العامة الكبار، قال: آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي. وأيضا أخرج أحمد بن حنبل أيضا من أئمة العامة الكبار بعد في مسنده، وكذلك الترمذي وابن ماجه، قال: إن رجلا ضريرا، يعني رجل أعمى، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسأله أن يدعو له، فأمره النبي أن يتوضأ ويصلي ركعتين، وبعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء. دققوا، قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، اللهم فشفعه في. ففعل الرجل فبرئ. وأيضا روى البيهقي في دلائل النبوة أنه أصاب الناس قحط شديد في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. نعم، أعظم الوسائل إلى الله هم أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا فقد ورد التأكيد الشديد البالغ في أدعيتنا بالصلاة على النبي وآله قبل ما نبدأ بالدعاء. الدعاء هو مقتض للإجابة، ولكن هذا الاقتضاء يتأكد عندما نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، كأنه نجعل النبي وآله الأطهار شفعاء عند الله لقضاء حاجتنا هذه. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد. أحبائنا، كلامنا الآن في دعاء مكارم الأخلاق الذي يبدأ بالصلاة على النبي وآله، وكذلك كثير من مقاطعه مبدوة بالصلاة على النبي وآله. ليش؟ ما وجه هذا الأمر؟ وجه ذلك، شوفوا، من بين الأدعية التي نطلبها من الله هنالك دعاء واحد مضمون قطعا بلا ريب أنه يتحقق ويستجاب، وهو الصلاة على النبي وآله. فنحن نأتي ونقرن
دعاءنا وحاجتنا إلى الصلاة على النبي وآله، حتى أنه كما يستجاب ذلك الدعاء دعاءنا أيضا يستجاب. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي، فإن الصلاة على النبي مقبولة. ولم يكن، اللطيف هنا، ولم يكن الله ليتقبل بعض الدعاء ويرد بعضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.